بين المغرب والجزائر حرب قريبة على المياه. هكذا تقول مجلة جون أفريقيا الفرنسية في تقرير لها، متسائلة: هل تساهم سياسة السدود المغربية في التجفيف الممنهج لأراضي الجارة الشرقية بحسب ما يزعم وزير الري الجزائري طه دربال؟ بالنسبة لنا للمنتدى هذا فرصة حقيقية من أجل رفع الانشغالات التي عانت منها الجزائر، خاصة على حدودنا الغربية، أين لاحظنا ممارسات لدول الجوار، دولة من دول الجوار أنها أضرت بالفعل بالتوازن البيئي الذي أضر بالحيوان بالنبات، مباشرة أضر بالإنسان، لأن فيه تجفيف مقصود وممنهج لبعض السدود ولبعض المناطق. ولاية طيارت غربي الجزائر تشهد منذ أسابيع احتجاجات متواصلة بسبب انقطاعات متتالية للمياه، والغضب بلغ أشده يوم عيد الأضحى، ما دفع سكان إلى وضع المتاريس والحجارة، بينما تسارع السلطات الجزائرية لإنهاء مشاريع نقل المياه وتحليتها وحفر آبار جديدة. لكن التحدي الكبير يوجد في المناطق الحدود مع المغرب. فأين يكمن الخلاف تحديدا؟ إذا قام المغرب ببناء سدود عند منابع الأنهار على أرضه، فإن ذلك يؤثر على تدفق الأنهار التي تعبر إلى الجزائر. هكذا تقول مجلة جون أفريقيا الفرنسية. فالخلاف قد ينشب بسبب استخدام مياه وادي جير الذي ينطلق من المغرب ويصب في الجزائر. الحدود الشرقية للمغرب تعاني بدورها من جفاف قوي دفع السلطات للبحث عن حلول، ومن ذلك تشييد سدود جديدة كسد خنقر في إقليم فيديغ. لكن الجانب الجزائري يرى أن هذه السدود والاستغلال المفرط للزراعة في المغرب يهددان الجزائر بدورها ويجعلانها تدفع الضريبة. ففي عام 2022 تحول سد جرف التربات غربي الجزائر إلى ما يشبه مقبرة أسماك. ومن الأسباب توجيه المغرب للمياه إلى سد قدوسة في إقليم الرشيدية جنوب شرقي المملكة، وذلك في العام ذاته الذي أعلنت فيه الجزائر قطع الغاز عن المغرب. وزارة الزراعة المغربية تقول إن هدف سد قدوسة هو حماية الواحات المحيطة بوادي جير وتأمين مياه السقي وتوفير المياه ل15,000 نسمة. من جانبها حاولت الجزائر نقل المياه الجوفية إلى شرق البلاد لإنقاذ الزراعة وسط مخاوف كبيرة من موت الحيوان والنبات في المنطقة. لكن الجزائر تصنف عموما ضمن البلدان الفقيرة، حيث معدل المياه للفرد أقل من 300 متر مكعب، بينما العتبة العالمية هي 1000 متر مكعب حسب منظمة الفاو. اتفقت الجزائر مؤخرا مع تونس وليبيا لإدارة المياه الجوفية في الصحراء الشمالية لمحاولة مواجهة تداعيات تهدد المنطقة المغاربية بأكملها. لكن قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب يجعل اتفاقهما صعبا، فالمغرب بدوره يعاني جفافا غير مسبوق وانخفاضا مستمرا في المياه السطحية والجوفية، ما اضطر سكان المغاربة قرب حدود الجزائر للهجرة لأماكن أخرى بحثا عن حياة أفضل. فهل تدفع الأزمة المتواصلة بين المغرب والجزائر إلى التنسيق لمواجهة العطش والجفاف؟ أي مسعى لامتلاك أسلحة جديدة هو جزء من سباق تسلح غير معلن بين الجزائر والمغرب لمن يراقب المشهد بينهما.
وعند الاقتراب من هذا المشهد أكثر، يبدو البلدان وكأنهما تحولا إلى سوقي أسلحة، أحدهما أمريكي والآخر روسي بالدرجة الأولى. فالمغرب بدأ يستلم أولى دفعات مروحيات حربية من طراز أباتشي AH-64E الأمريكية، تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار أمريكي، عدا عن صفقات سابقة لشراء منظومة باتريوت الصاروخية الدفاعية وغيرها من الصفقات التي وقعت في عهد الإدارة الأمريكية السابقة. وبالتزامن مع التسلح المغربي، تتجه الجزائر لإتمام واحدة من أكبر الصفقات العسكرية مع روسيا بقيمة 7 مليارات دولار لشراء مقاتلات سوخوي من طرازات مختلفة بالدرجة الأولى. في ميزان الإنفاق العسكري في السنوات الأخيرة، تميل كفة الجزائر التي أنفقت أكثر من 90 مليار دولار مقابل حوالي 36 مليار دولار أنفقها المغرب. وعند الحديث عن القوات البرية، تميل الكفة لصالح المغرب من حيث عدد القوات النظامية والدبابات والعربات المصفحة، وتعود لتميل لصالح الجزائر من حيث عدد المنظومات الدفاعية الصاروخية. وفي القوة البحرية، تتقدم الجزائر على المغرب بامتلاكها 76 سفينة حربية و6 غواصات مقابل 35 سفينة حربية للمغرب. أما في الجو، فتتقدم الجزائر مجددا على المغرب من حيث عدد المقاتلات الحربية والمروحيات القتالية، ويعودان ليقتربا من بعضهما في عدد الطائرات المسيرة. المغرب والجزائر بلدان يشتركان في التاريخ والجغرافيا، ويختلفان في السياسة ومصادر التسلح في كثير من الأحيان.